السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة. النهاردة بقى هعمل لكم عزومة بمناسبة رأس السنة. يلا بينا نشوف الجمال. شايفين الملوخية الجميلة دي؟ ولا صبح كابر؟ ايه رأيكم بقى في الطشة والملوخية وبط محشي ورق عنب؟ بجد يستاهل بقكم. يلا هنشوف هنعملهم ازاي النهاردة، ونعمل عزومة بجد بجد يعني روعة. وهنعمل شوية حمام بقى من اللي قلبكم يحبه. ايه رأيكم في الجمال دوت؟ شوية محشي ورق عنب وشوية لحمة محمرين وشوية فراخ مشوية. ويلا بينا نبدأ عزومتنا. في حلة كده على النار حطيت مية وشوية كمون، وهبدأ بقى أقور الكرومباية بتاعتي معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بسكينة كبيرة كده، وهعمل مربع حوالين راس الكرومباية عشان أطلع القلب بتاعها بالشكل ده. شايفين قلب الكرنبايه ده؟ طبعا مش هترميه، ممكن تعملي معاه تعملي منه سلطه، ممكن تعملي شوربه كرنب، ممكن تخلليه. احلى حاجه قلب الكرنبايه، ويا سلام لو تاكليها طازه كده مفيد جدا. يلا بقى نفصص الكرنبايه بتاعتنا. هنفصصها ورقه ورقه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بحب افصص الكرنب كده. في ناس بتخلي القلب بحاله كده وبتحطه في الحله وبتسلقه، طبعا بتحتاجي حله كبيره، فانا بقى ايه بسهل الامور على نفسي وبفصصه كده ايه ورقه ورقه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. الكرنب دلوقتي جميل ومسكر، واحلى محشي في الشتاء محشي الكرنب يا جماعه. هنعمله النهارده بقى، ويلا بينا هنشوف الخلطه. انا اول مره اعمل محشي الكرنب على القناه. عملت معاكم قبل كده طاجن محشي ورق العنب بالفراخ. هنعمل بقى النهارده محشي كرنب. خلاص كده انا خلصت الكرنبايه، فصصتها كلها. هي كرنبايه كده صغيره يعني، بس هتعمل لنا حله حلوه مع كرنب. هنعمل النهارده بقى محشي كمان ورق عنب ومحشي كوسه. الميه غليت معانا اهي على ما فصصت الكرنبايه. هنزل بقى بالكرنب كده. طبعا الكرنب ما بياخدش وقت خالص، مجرد ان انت تحسي ان هو طري كده. على صينيه بقى، هجيب صينيه احطها معايا، وهطلع بقى على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو انت هتعملي كميه كبيره، بتجيبي حله فيها ميه وتطلعي في قلب الميه علشان ما يستويش معاكي، لان السخن فوق بعضه كده بيخلي الكرنب يتهري معاكي. انا بقى الكرنبايه مش مستاهله وصغيره، هسلقها كلها وبعدين هغسلها ورقه ورقه في الميه تحت الحنفيه قبل ما اقطعه. طبعا الميه انا حاطه فيها كمون عشان كده لونها اصفر، وحاطه فيها ملح. هخلص سليق الكرنب بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا دوت. العزومات دلوقتي في الشتاء جميلة، والجو مش حر، وتطبخي كده بمزاج وبروقان، يطلع معاكي احلى عزومة واحلى اكل ان شاء الله. شايفين الكرنب بتاعي طازة، لسه جاي بقى كده من الغيط وجميل. الناس الفلاحين عندنا بيبيعوه. شايفين سلقت الكرنبايه كلها، حطيت مية بقى تانية على البوتاجاز وحطيت فيها شوية زيت، وهنزل بورق العنب علشان يبقى كده انا جهزت ايه حاجة المحشي بتاعي. ورق العنب طبعا انا مفرزاه. آه هقلبه كده لغاية ما يفك معايا في المية ويغير لونه. شايفين اهو لسه من النص متلج. هسيبه كده لغاية اما يفك، وبعدين هطلعه اغسله واحطه في مصفى يصفي ميته. شايفين سهل جدا وما بياخدش وقت خالص. كده انا سلقت ورق العنب اهو خلاص. هطلعه في طبق بقى واغسله واصفيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ورق الكرنب اهو انا غسلته ورقه ورقه. شايفين ورصيته كده على الصينيه. هبدا بقى اقطعه معاكم. بجيب الورقه كده، واجي العنق بتاع الورقه او في عروق كده بتبقى في الورقه تخينه بشيلها، وبلف رول كده بالشكل ده، وابدا اقطع بقى كده زي ما انتوا شايفين كله مقاس واحد يعني متساوي كله. بالنظر كده قطعي كله مقاس واحد. شوفوا بلف كده وبعدين بقطع.
البنات اللي لسه ما بتعرفش تقطع الكرنب، الكرنب سهل جدا تقطيعه، مش صعب. سهلي كل الامور على نفسك. شايفين؟ سهل جدا اهو. لفيه كده رول، وبعدين قطعي بقى طول الصابع اللي انت عايزاه، طول صابع المحشي اللي انت عايزه تلفيه. هبدأ بقى اقطعه قدامكم عشان تعرفوا ازاي بيتقطع اهو. يا دوب يلف صابع. هقطعه بالشكل ده كده وارصه فوق بعضه علشان يبقى جاهز معايا. انا بعمل معاكم واحده واحده علشان تشوفوا الامور سهله ازاي. معايا بقى كمان الكوسه. الكوسه الايام دي جميله جدا وطازه وجميله. شايفين بقى هعمل فيها ايه؟ بالمقوار كده، وفي جزء مشرشر بتمشيه كده على الكوسه بالشكل ده، بيديكي شكل حلو. انا يا جماعه ما بحبش احشي الكوسه طويله كده. يعني دايما بشوفها اي حد بيحشيها طويله كده، لكن انا بحبها صغيره علشان لو حد حابب ياكل. يعني انا بحب الحاجات تبقى صغيره، ما بحبهاش كبيره. ف تبقى حتى لو احنا ماسكينها في ايدينا كده يبقى شكلها حلو بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. انا عملتها من بره. هغسلها بقى واوريكم انا ايه هعملها ازاي من جوه. انا هوريكم بس الاتنين دول، وبعدين هكمل الكميه. معلش بقى ايديا مش جايه في الكاميرا، هتيجي في الجزئين الجايين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتحددي كده مكان اللي هتقوريه، وبعدين بعد كده بتبدأي تقوري الكوسة بالشكل ده. شايفين؟ سهلة جدا، ما بتاخدش وقت. اسهل حاجة في الدنيا تقوريها الكوسة، سهلة جدا. وبعدين ما تخليهاش رقيقة قوي، الكوسة بيبقى طعمها حلو. وعلشان كمان ما تحشيهاش رز كتير، الكوسة في حد ذاتها طعمها حلو. خلاص انا قورت الكوسة اهو. هكمل الكمية، بس هعمل خلطة المحشي قدامكم وهعملها معاكم. انا هنا حطيت شوية زيت على النار، وانا جايبة لحمة، فالجزار فرم لي حتة دهنة كده، فحطيتها في قلب الزيت، وحطيت عليهم رشة فلفل اسمر، وبعدين نزلت بالبصل اللي انا فرماه في الكبة. شايفين البصل لما وصل للون الذهبي معايا؟ هنزل عليه بعصير الطماطم. عايزه تحطي صلصه قبل ما تحطي عصير الطماطم حطي، بس انا عامه الطماطم دلوقتي جميله جدا ومسكره، وبتخلي المحشي طعمه حلو ومسكر، فانا ما بحبش احط صلصه. بحب احط طماطم كتير وما احطش صلصه. شايفين الصلصه اتسبكت معايا؟ هاخد منها معلقتين واشيلهم على جنب علشان هحطهم في الشوربه اللي انا هسقي بيها المحشي. هبدا بقى انزل الرز بتاعي اللي انا غسلته وصفيته، وهضيف البهارات بتاعتي. هقلب بقى الرز في الخلطه. شايفين الطماطم بتاعتي والتسبيكة بتاعتي جميلة؟ هقلب فيها بقى الرز كده. هجيب بقى البهارات علشان اقلبها بالمرة. حطيت انا كده السبع بهارات، بحط معلقة صغيرة، وحطيت كزبرة ناشفة وكمون وشوية فلفل اسمر صغيرين. هقلب بقى المحشي بتاعي. هحط الملح. هقلب بقى الخلطة بتاعتي كويس جدا. هقلب الرز الاول كده في الطماطم والبصل. انا معايا هنا بصلة فرماها ومقلبة فيها، ورش عليها رشة ملح بفلفل اسمر. على فكرة البصلاية المفرومة دي يا جماعة النية بتخلي المحشي مسكر جدا وطعمه جميل. جربوها هيعجبكم قوي المحشي بالطريقة دي. البصل النية دي بتديله طعم رهيب. شايفين بقى الخضار بتاعي؟ انا بحب الخضار كتير، بيدي ريحة وطعم حلو قوي للمحشي. طبعا ده شبت وكزبرة، انا بحبهم قوي في المحشي. هقلب بقى الخضار بتاعي. انا ما بحبش احط الخضار والخلطة سخنة علشان بحبه كده طازة جوه المحشي ويدي ريحة وطعم جميل قوي. خلاص كده انا عملت خلطة المحشي وجهزت الحاجة بتاعتي. قبل ما اقعد بقى الف المحشي بتاعي واعبيه، هعمل ايه؟ هعمل الفراخ. انا غاسله الفراخ بتاعتي وكنت نقعاها، قطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى انزل بيها كده في التتبيلة، وهجيب علبة معايا بتاعة التلاجة اللي هي بتتقفل، وهبدأ بقى ايه اتبل الفراخ والفتحات اللي فيها ادخل فيها الخلطة.
كده انا تبلت الفراخ بتاعتي بالخلطة. طبعا طريقة الفراخ المشوية انا عاملاها على القناة قبل كده، هتلاقوها في صندوق، هتلاقوها ممكن احط لكم اللينك في صندوق الوصف، وهي موجودة على القناة الفراخ المشوية. فشوفوا الطريقة وشوفوا الخلطة معمولة ازاي. هعمل انا هنا بقى خلطة السمبوسة. انا هعمل سمبوسة النهاردة. دي بصلاية مفرومة، حطيت شوية زيت وحطيت البصلاية، ومعايا كبدة بتاعت فراخ. انا غليت مية وحطيت فيها معلقة خل ونزلت فيها الكبد، وبعد كده قطعتهم بالشكل ده، وفرمت في الكبة طماطمايه وقرن فلفل ونزلت بيهم على الكبدة. هبدأ بقى ايه ابهر حطيت معلقة خل. هبدأ بقى ابهر الكبدة بتاعتي. هحط السبع بهارات واحط شوية فلفل اسمر واحط شوية ملح، ودول شوية كمون اهو السبع بهارات دي، وهحط الملح، دي شوية كزبرة كمان، وفلفل اسمر. هقلب بقى الخلطة بتاعتي كويس قوي، وبعدين هغطي عليها وهدي عليها النار واسيبها بقى كده مع نفسها لغاية اما تستوي وتتسبك كده مع الحاجات دي. شايفين شكلها بقى بعد ما استوت؟ معايا بقى البطاية بتاعتي. دي بطاية 2 كيلو. بتبقى لسه صغيرة علشان تستوي مع المحشي. جبت البطاية بتاعتي طبعا غسلاها ومنضفاها كويس جدا، رشيت عليها رشة ملح بفلفل اسمر، وهبدأ بقى ادلكها كده واعمل لها شوية مساج من جوه ومن بره. هي معلقة واحدة ملح بفلفل، هتدلكي بيها البطة كويس جدا من جوه ومن بره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا بقى طاسة على النار او صينية، هحط فيها معلقة سمنة بلدي، وبعدين لما تبقى سخنة الصينية قوي كده افضل، هنزل بالبطاية بتاعتي واحمرها بقى تحميرة تمام. يعني انا عايزة لونها كأنها هتتاكل حالا. شايفين الجمال بقى؟ هحمرها كويس جدا اهو، بحمرها معاكم اهو على البوتاجاز. شايفين بقى عاملة ريحة وايه؟ مش عايزة اقول لكم عاملة ايه في الشقة. شايفين حمرتها وخدت لون جميل ازاي؟ البط بقى لازم تجيبيه صغير ويكون 2 كيلو كده، ما يزيدش عن كده البطاية، وعلشان تحشيها المحشي وتستوي مع المحشي. خلاص كده حاجتي جاهزة. الخلطة والحلل بتاعتي حطيت فيها بصل وطماطم وفلفل، وعندي كوسة وعندي البطة وورق الكرنب وورق العنب. كده تمام، حاجتي كلها جاهزة. هنبدأ بقى نحشي مع بعض. أول حاجة هحشيها الكوسة. شايفين الكوسة؟ طبعا أنا بحشيها ما بتبقاش مليانة للآخر، وبعدين ما تكبسيش الرز فيها قوي بالشكل ده كده. انا طبعا حاطه القلب بتاع الكوسه في الصينيه من تحت فرشه، وهبدا ارص الكوسه. خلاص انا كده خلصت الكوسه. شايفين جميله؟ يلا بقى نعمل ورق العنب. طبعا انا لفيت معاكم ورق العنب قبل كده. انا لفيت طبق اهو والبطايه بتاعتي معايا. هبدا ارص فيها المحشي بتاعي. وانتي بترصي المحشي حاولي تخلي البطه من جوه ما تحشريهاش محشي، يعني ايه، يبقى مهوي كده ومش مليانه قوي، يعني ما تزنقيش فيها المحشي كتير. هحط البطه بتاعتي فوق المحشي. شايفين من قدام عايزه محشي ومن ورا عايزه محشي، لانها ايه، ديلها مرفوع كده ورقبتها مرفوعه. بطه بنت ناس. فهعمل لها مخده بقى كده واحط لها حاجه تحت رجليها علشان تنام في الحله بمزاج. شايفين؟ اهو ظبطتها اخر تظبيطه، نايمه ومستقنيصه يعني في قلب الحل. هبدأ بقى كده احط ورق صوابع ورق العنب تحتها من الجناب عشان تسند البطاية بتاعتي من الجناب كده، واقعد الف حواليها بقى المحشي لغاية اما تبقى نايمة، وايه، والمحشي لافف حواليها من كل ناحية. مش هيبقى باين منها غير ظهرها بس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ حتى المحشي صوابع المحشي بين رجليها. هبدأ بقى ألف الكرنب. أنا لفيت السطر الأولاني، عملت ورق أخضر عشان عندي بيحبوا الورق الأخضر اللي بيبقى في أرضية الحلة. هبدأ بقى إيه أعمل بعد كده المحشي. شايفين أنا بلفه إزاي؟ أهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ده محشي الكرنب.
خلاص خلصنا الكوسة وخلصنا ورق العنب. شايفين بقى الجمال؟ ورق العنب اهوت. شايفين؟ انا عايزة اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا المحشي واصل لغاية فين. ظهر البطة باين وهيستوي معايا. شايفين؟ ده الكرنب وده الكوسة. هنبدأ بقى نعمل خلطة الحمام. طبعا انا عملت معاكم الحمام قبل كده على القناة، فانتوا ممكن تشوفوا الطريقة، وممكن هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. خلصت كده وحطيت المية بسوى الرز وهسيبه بقى يستوي عشان نحشي الحمام. انا هنا حطيت مية الحمام على النار، وحطاه قهوة عربي، وحطه المية بتاع الشوربة بتاع المحشي، وحطيت فيها معلقتين الخلطة علشان نبدأ نسقي المحشي بتاعنا. هبدأ بقى احشي الحمام بتاعي. طبعا الخلطة انا عملتها وبردت. هبدأ بقى احشي الحمام بالشكل ده. الحمام يا جماعة انا عملت الخلطة معاكم قبل كده، سهلة وبسيطة. بصلتين وبعدين بيتبالوا على النار، وبنزل بالكبد والقوانص، وبعد كده بنزل بالرز وافضل اقلب لغاية اما الرز بتاعي يتحمر بالشكل ده. وبعدين بحط عليه المية والتوابل والملح وكل حاجة، وبسيبه بقى لما ياخد نص سوا زي الرز قبل ما يتردد كده. وابدأ بقى احشي الحمام بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين الحمام بتاعي بقى وجماله؟ معايا بقى بطاطايه. زي ما انا قلت لكم قبل كده، بحط بطاطايه في الحمامية عشان الرز بتاعها ما يطلعش. والميه غليت معايا وحطيتها. ودي اللحمه حطيتها تتسلق. هنبدأ بقى نعمل الرز المعمر. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو والله. انا حطيت الملح، غسلت الرز وحطيت الملح ونزلت باللبن الحليب، لان انا عايزه انقعه في اللبن. هقلب الملح كويس واسيب الرز بتاعي منقوع في اللبن. اللبن بتاعي لبن فلاحي وشايفين الرغاوي اللي على وش الحليب كانت قد ايه، مش محتاج قشطه خالص. هنبدا بقى نلف السمبوسه. انا عملت هنا شويه دقيق بميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ومعايا بقى الكبده اللي انا عملتها هنا بتاع الفراخ. وهبدا الف السمبوسه بالشكل ده واقفلها بالعجينه اللي انا عملتها. سهل خالص السمبوسه وما بتاخدش وقت برضو، بتبقى حلوه قوي في العزومات. هلف كده ورق السمبوسه زي القرطاس، وبعدين هحط الحشوه وابدا اقفل كده بالعجينه اللي انا عاملاها. هعمل بقى كل السمبوسه بالشكل ده. شايفين الكبده دي يا جماعه؟ عايزه اقول لكم انها بتبقى رهيبه وطعمها جميل جدا. يعني انا عملتها لجوزي وولادي السمبوسه بكل الاشكال، بس ده اكتر حاجه حبوها، وبجد كانت طعمها حلو قوي. معايا بقى كنافه كانت في الفريزر، هطلعها كده واكسرها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ هريتها اهوت وكسرتها، حطيت عليها نص كوبايه سكر بودره. ده نص كيلو كنافه خد نص كوبايه سكر بودره. وهحط عليهم كوبايه سمنه. انا الاول هنا حاطه الحليب على النار اهو. هنعمل قشطه كدابه عشان نحشي بيها الكنافه. ومعايا نشا متدوبه في ميه. انا حاطه على الحليب ده معلقتين 2 سكر. ده كيلو حليب لنص كيلو كنافه، عشان انا بحب الحشوه بتاعتها كتير. نزلت بالنشا اللي انا مدوباه في الميه. وطبعا انا حاطه معلقتين سكر، ما بكترش السكر، يعني الكيلو الحليب حاطه له معلقتين سكر. وهفضل اقلب كده لغايه اما تربط معايا وتوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. ما يبقاش تقيل وما يبقاش خفيف. زي ما انتوا شايفين بقى هنزل بكوبايه سمنه على الكنافه. الكنافه انا كنت مقلبه فيها السكر والبودره. هنزل بكوبايه السمنه وهقلب كويس بقى. انا هسيب المعلقه يا جماعه دلوقتي وهعمل بايديا. وهقسم الخليط نصين بالشكل ده. النص اللي تحت هفرده في ارضيه الصينيه، وهبدا اكبسه بايديا. وانا بفرد الكنافه هبدا اعمل لها حرف كده بالشكل ده. خليكم معايا كده تشوفوني وانا بعمل حرف للصينيه بالكنافه، علشان لما اصب المهلبيه املى الكنافه ما يبقاش القطعه حرفها فاضي بالشكل ده. المهلبيه بتاعتنا بيسموها القشطه الكدابه، بس بجد بتبقى جميله ورهيبه. والمهلبيه لما بتكونش جامده قوي بتبقى سايحه كده جوه الكنافه وبتبقى تحفه. هبدا بقى كده ارش على وش الصينيه. ترشي كده زي ما انا برش بقيت الكنافة النص التاني لغاية اما املى الفراغات كلها. المفروض طبعا ان انا بستنى شوية لما المهلبية تهدى معايا، وبعدين اصبها في الكنافة. بس انا عاملة بقى عزومة ومستعجلة وضيوفي قربوا ييجوا، فلازم
لازم ابقى سريعة علشان انجز واخلص الكنافة واحطها في الفرن. طبعا الفرن بتاعي والع. انا بحطها في الشبكة اللي في النص، بتستوي من فوق ومن تحت، وبولع الفرن على درجة حرارة 200 علشان الكنافة ما تنشفش معايا. وممكن تحطيها على الرف اللي تحت، بس تاخدي بالك وتفضلي متابعاها. اول ما تلاقي جوانبها احمرت تقومي مطلعها على الشبكة ومولعة لها الشواية نار هادية، هتحمر وشها من فوق ويبقى شكلها جميل. المفروض ان انا كنت صبرت عليها شوية، بس انا زي ما بقول لكم بقى ايه، خلاص هبدأ بقى اطبطب عليها كده، بس الجناب هنزل بصوابعي علشان اسكن الكنافة فوق الكنافة اللي انا عملتها الحرف الاولاني. الفيديو اتكرر معايا تاني يا جماعة، معلش. اهو بس سريع. خلاص كده الكنافة خلصت ودخلت الفرن واستوت. انا عندي بقى الشربات بتاعي جاهز، دايما بيبقى عندي الشربات جاهز. حطيت في المصفى كده، بحب اوزع الشربات بمصفة الشاي، وهبدأ كده امشي عليها. بجد الكنافة دي كانت رهيبة رهيبة رهيبة. وهسيبها بقى تبرد، ولما ضيوفي يجوا هقطعها واقدمها. بس كده خلاص. الرز المعمر بتاعي اهوت خلص. حطيت على وشه معلقتين سمنة بلدي كده، لان انا طبعا مش حاطه له قشطه ولا حاجه. دي شوربه بقى يا جماعه كانت عندي. حطيت لها شويه الصلصه اللي انا كنت شايلاهم من الخلطه بتاع المحشي. وهبدا بقى اسقي الكوسه. الكوسه بقى واحنا بنسقيها بتبقى يعني شايفين ربع الصينيه. هحطها بقى على البوتاجاز، ومعايا هنا بقى المحشي اهو، محشي الكرنب. هسقي المحشي بقى كده. ههز الحله بتاعتي ويبقى الصابع نصه، السطر اللي على الوش نصه باين بالشكل ده. خلاص ده كده تمام. هجيب بقى ورق العنب بتاعي وهنشوف هنسقيه ازاي. هعصر الاول كده 3 ليمونات كبار علشان المحشي بتاعي يبقى مزز وجميل. انا جيت اعصر بالعصره في الليمون بتاعي كبير، فاضطريت ان انا اعصر على السكينه كده. وفي الاخر هشيل البذر اللي نزل ده، انا بعصر على البطه عشان ايه، اشيل البذر. هبدأ بقى انزل بالشوربه بتاعتي زي ما انتوا شايفين. هز الحلة كويس قوي، واسقي المحشي بتاعك بنفس المقدار اللي بتسقي بيه المحشي من غير بط. حطيته على النار، شوفوا شرب ميته اهوت. بنزل انا دلوقتي بمعلقتين كده زيت زيتون. زيت الزيتون بقى بيخليه مزز وطعمه تحفة. شايفين لونه اخضر وجميل ازاي؟ بجد تحفة. والبط بتاعي استوى، شايفين الجناح باين خالص انه استوى. والمحشي كرنب استوى. الله على الجمال والريحة، بجد يشهي وجميل قوي. وده محشي الكوسه، شايفين مفلفل وجميل ازاي؟ زي ما قلت لكم مقدار الميه كده يبقى ربع الصينيه. الكوسه فيها ميه، وانا حاطه قلب الكوسه في ارضيه الصينيه فما بتاخدش سوا. معايا بقى السمبوسه اهيت. حطيت شويه زيت على النار، وهبدا بقى ايه، احط السمبوسه. الصينيه دي فيها الكوسه، انا سايباها بقى على نار هاديه خالص، وهطفي عليها كمان شويه. السمبوسه زي ما انتم شايفين كده، اول ما تاخد معايا لون ذهبي هطلعها على ورق مناديل. السمبوسة بقى انا بحمرها دلوقتي، يعتبر ايه في الاخر كده علشان تبقى سخنة وتبقى ناشفة. شايفين الجمال والريحة بقى ايه؟ بجد السمبوسة بتبقى حلوة قوي قوي في العزومات. وجربوا السمبوسة بالكبدة وبالخلطة اللي انا عملتها دي، هتعجبكم جدا. هبدأ بقى احط السمبوسة كمان دور، هكملها كلها. الزيت بقى ساخن معايا، بدأ يحمر بسرعة. ههدلها النار شوية عشان ما تتحرقش معانا. هطلع بقى السمبوسة بتاعتي، وهنبدأ بقى نعمل ايه، هنحمر الحمام. انا معايا هنا شوية حليب هبل فيهم الحمام كده. الحليب بقى بيخلي لون الحمام تحفة بالشكل ده. شايفين الحمام بتاعي جميل ازاي؟
بألف هنا وشفا بقى للي هياكلوه. هحمر الحمام بتاعي، واللحمة بتاعتي اتسلقت. طبعا اللحمة انا سلقتها، طبعا سليق اللحمة بقى يعني انا حطيت بصلاية وحطيت التوابل بتاعتي والبهارات، وبعدين نزلت باللحمة. طلعت اللحمة اهوت وحمرتها، وده شكل اللحمة بتاعتنا معايا اهو. زينت الطبق بالشكل ده. هنبدأ بقى دلوقتي نعمل مع بعض ايه. طبعا الفراخ يا جماعة، انا الفيديو بتاع الفراخ انا بعد ما تبلت الفراخ رصيتها في صينية ودخلتها في الفرن. وطبعا طريقة الفراخ المشوية عندكم في القناة. دي بقى هنعمل شوية ملوخية خضراء. خدنا شوية شوربة من شوربة اللحمة، وحطيت فيهم معلقة صغيرة توم مفروم، ودول شوية بيكربونات الصوديوم. والملوخية انا مخزناها بنفسي، فان شاء الله باذن الله في موسم الملوخيه هخزنها معاكم. هنزلها كده، انا مطلعاها من التلاجة من الفريزر من نص ساعه. فكت شويه، انتوا عارفين ان الجو برد. بهدي النار عليها بقى وافضل اقلب فيها كده لغايه اما تفك معايا. شايفين لون الملوخيه عامل ازاي؟ شايفين جمالها؟ واو تحفه. هعمل بقى الطشه بتاعتها. الطشه دي بتعمليها لما تيجي تغرفي الاكل وتغرفي الملوخيه. انا طبعا غرفت الملوخيه في الطواجن، بتبقى جميلة جدا. هنعمل فيها بقى ام حسن وهنعمل فيها صبحي كابر، ونعمل الملوخية بقى ونطش الطشة بقى ايه، ولا كلام ولا كلمة. شايفين بقى الجمال؟ ولا هنشهق ولا الكلام ده كفاية الريحة طالعة بقى مش عايزة اقول لكم. شايفين جمالها؟ الله على الملوخية. شايفين اللون عامل ازاي يا جماعة؟ سر اللون ايه بقى؟ بيكربونات الصوديوم والتخزين الصح. هنقلب بقى الورق العنب والبط بتاعنا. الله 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 على الجمال والريحة. شايفين الجمال بقى؟ والبط بتاعنا مستوي سوا رهيب. وجناب الحلة بتاعتي واخدة لون احمر كده وجميل. ولادي بيحبوا المحشي، بيحبوا بيحبوا جناب الحلة، وأرضية الحلة بتدي ريحة جميلة. شايفين بقى الحمام؟ البط اهو بقى يا جماعة. ده الكلام ده واحنا بناكل قلت لازم اصور لكم اللحظة. شايفين؟ لازم اوريكم الرز من جوه عامل ازاي، المحشية دي من جوه البط. واو. شايفين الرز حباية جنب حباية ومستوي جميل. ودي كانت سفرتنا النهاردة، ويا رب عزومتنا تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونوش بلايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.